بعد ما ده تاني يوم النهارده بقى الصبح كملت لكم الفيديو اهو. دلوقتي بعد ما فرشت الريسبشن كده اهو. تمام. وركبت الشيلات اللي انا كنت غسلاها، وركبت عليها حطيت عليها الفرش ده برضو انا كنت غسلاه وحطه عليه اللي يحافظ يعني على الشيلات. وحطيت المناديل ديت قلت عشان ايه الفرش النبيتي ده متوسخ شويه، فقلت ايه المناديل تداريها شويه يعني لحد بكره كده، ولا يعني هغسله معاكم يعني ان شاء الله يوم ما اجي اغسله معاكم باذن الله. فطبعا كده ده شكل الريسبشن اهوت بعد ما نضف بقى وفرشته. الفرش كله كان نشف. فرشت الشقه كلها وخلصتها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو. هي المناديل ديت برضو شكلها حلو بصراحه، مديها شكل للريسبشن، بس عيالي بصراحه بيشيلوها، فقلت ايه يعني تداري الحتت اللي يعني اللي متعصى مثلا عسل ايس كريم مش عارفه ايه حاجات من ديت يعني من ولادي برضو. فطبعا عشان تداريها شويه قلت لحد ما استريح واخد نفسي بس كده من التعب اللي انا عملته والمجهود اللي انا عملته ده، هغسل فرش الانتريه ده معاكم ان شاء الله. تمام. تعالوا بقى هنا كده نخش على اوضه النوم. اوضه النوم اهي حبايب قلبي اهي. على فكرة احنا شلنا الجزء، شال الطبق وركب لي مروحة هنا. تمام. عشان الحر اللي احنا فيه ده بصراحة المروحة دي ركبناها هنا بدل الطبق، شلنا الطبق. تمام. فدي شكل الأوضة اهي بعد ما ظبطتها ونضفتها اهي كده، ودمعت العفش وكل حاجة، كل حاجة كده نظيفة جدا جدا وخلصت كل حاجة. وده الفرش اللي انا كنت غسلتها. تحس ان الأوضة كده وسعت بصراحة، صح اهو تغيير شوية كده وشوية كده. ادي الأوضة يا حبايب قلبي. وجبت لمبة للأباجورة ديت كانت اللمبة بتاعتها كانت مفرقعة، جبت لها لمبة من دي. تمام. نخش بقى على أوضة الأطفال. هنا بقى دخلنا في اوضه الاطفال اهي حبايب قلبي بعد ما ظبطتها كده وروقتها اهو. ده الفرش اللي انا غسلته اهوت. الفرشه برضو نطفت، كانت شكلها متبهدل جدا برضو من العيال اهو. اوضه الاطفال اهي. والكمبيوتر فرشت له المصليه دي اتحطتها بتاعت الاطفال ديت. قلت ايه بصراحه عيال ما بعرفش يصلوا ولا اي حاجه، فقلت ايه استخدمها يعني شكلها حلو يعني عجبتني بصراحه، فقلت احطها. استنى اقرب لكم الكاميرا تشوفوها اهي. ومسحت الكمبيوتر وملمعه كل حاجه ومنضفه كل حاجه في الشقه كده نضفتها. تمام. تعالوا بقى نخش على المطبخ. كده احنا في دخلة المطبخ اهو. بصوا دي الرخامة اللي بره برضو غسلتها وحطيت عليها المفرش ده. تمام. المفرش ده كان في الاول كان على الجزامة فانا غيرت هوريكم برضو، بس تعالوا بس اخد لكم جولة بس على السريع كده في المطبخ. المطبخ اهو حبايب قلبي. غسلت البوتاجاز ومسحت التلاجة من بره كده اهو اهو كده. خلصت المطبخ. تمام اهوت. تعالوا بقى اوريكم الصالة على طول. الريسبشن قصدي الصالة حبايب قلبي معلش اتلخبطت. بصوا شكل السجادة نطفت وبقت شكلها عاملة ازاي. بصراحة ربنا كانت مبهدلة جدا، كانت شكلها متوسخ قوي، فنضفتها ونشفت جدا جدا على الصبح. على فكرة كانت نشفت امبارح بالليل، بس انا ما كنت تعبت جدا وكنت عايزة انام بقى وما كنتش قادرة اعمل حاجة. فطبعا اهوت ومسحت الفريزر. تمام اهو. والجزمه مسحتها وحطيت عليها المفرش ده. المفرش ده في الاول انا كنت حاطاه على التسريحه بتاعت اوضه النوم، فقلت اغير واحطه هنا. والجزمه ديت وشها كان الناحيه دي، فقلت اعملها كده. معلش يا رحيم ليه ماشي. وهنا اهو حبايب قلبي مسحت النيش لمعته اهو. دي شكل الصاله اهيت اهوت. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه يا ريت ما تنسونوش في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبكم لاختكم سومه. واتمنى اكون كده عند حسن ظنكم باذن الله.
وعايزاكم تفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ودعوة حلوة كده من قلبكم بالله عليكم، عشان محتاجاها جدا. وكده حبايب قلبي ده الروتين بتاع امبارح والنهارده. فانا حاولت ان انا اجمع اوقف الفيديو والله، وعشان اعمل كل حاجه معاكم. وبس الفرش بصراحه ربنا نضف، والسجاده نضفت، شايفين شكلها عامل ازاي، نطفت خالص. والسجاده اللي في الصاله ديت نطفت خالص برضو اهوت. فطبعا حبايب قلبي استنوا بقى الفيديو الجاي باذن الله، وتكون حاجه احسن من كده ان شاء الله برضو. فطبعا بقى نخش بقى على الحلو بتاعنا. هوريكم بقى الحلو بتاعنا اللي انا عملته ايه، و... واشوفكم بقى على خير حبايب قلبي، في رعاية الله. باي باي. كده بقى حبايب قلبي بعد ما خلصت بقى الدنيا عندي هنا وظبطت الدنيا خالص وروقت الدنيا، ده بقى ده الحلو بتاعي اللي انا كنت عاملاه النهارده. الجو حر جدا جدا جدا، فقلت لازم اعمل حاجه حلوه كده تطر على قلبنا وعلى قلب العيال برضو. ف لو انتوا حابين تعرفوا الطريقه يا ريت تكتبوا لي في الكومنت، وانا اعمل لكم فيديو جديد باذن الله واعملها معاكم. دي الكريمه بالمانجا. فطبعا حاجه كده لما بتسقع بقى وتبقى متلجه كده بتبقى بصي تحفه تحفه تحفه. اتفضلوا معانا بقى حبايب قلبي، ونخش بقى نشوف بقى اللي بعده، ودي تبقى اخر حاجه معانا. قلبي بقى عليه الصلاه والسلام. انا كنت هقفل الفيديو بس افتكرت حاجه نسيت اوريها لكم برضو. الحمام ده اخر حاجه معلش. دلوقتي احنا شفنا الشقه وشفنا الحلو بتاعنا اللي انا كنت عاملاه، ولو عايزين نفس الطريقه ولا حابين تعرفوها سيبوا لي كومنت وانا ارد عليكم ان شاء الله. فدلوقتي بقى بنخش كده جوله سريعه كده على الحمام. ادي كده دخلت الحمام اهي يا حبايب قلبي. كان ورايا غسيل كتير جدا 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 وغسلته وخلصت كده وشطفت الحمام اهو زي ما انتم شايفين كده. كده خلصنا الحمام برضو كل حاجه تمام. اشوفكم بقى الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعايه الله. ولو انت استفدت من الفيديو او عجبك الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ده حلوه من قلبك وتخصموا حبيبه قلبي. اشوفكم في رعايه الله حبايب قلبي. باي باي.